الزواج، هم الرزق، هم الأولاد، الحياة، هم المرض، هم اللي جاي، هم المستقبل، ان حياتي واولادي وبيتي ومستقبلي ورزقي واموالي مش بس مرة واحدة، لا 10 مرات. حصل معايا موقف في الرزق. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم الصحة والعافية. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يحدث بعد العسر ميسرا. مستمرين في السلسلة بتاعتنا، مستمرين في سلسلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتر الخير والبركة والسعادة والرزق راحة البال اللي احنا بنشوفه وبنسمع عن قصصه وبيحصل لنا احنا شخصيا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا مستمرين بإذن الله في الكلام، والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لا ينتهي. طلع لكم دعوة أمل، طلع أبشركم بالخير، طلع أديكم طاقة، أديكم فرحة، طلع أديكم أمل، طلع أقول لكم على قصصي. وطبعا في الفيديوهات اللي فاتت أنا حكيت لكم على عظيم فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا، ثم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الخير والسعادة والرزق وحاجات كتير جميلة قوي قوي قوي. ارجعوا للفيديو اللي فات بإذن الله، يعني هيسلك صدوركم، كلام هينفعكم بإذن الله. شوفوا القصص اللي حصلت لي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا إنسانة عادية زيكم. بداية لازم أقول لكم معلش، أنا مش هطول في المقدمة، بس كلام مهم لازم إن أنا أقوله. إنسانة عادية زيكم، أصيب وأخطئ وليا من الذنوب اللي ربنا سبحانه وتعالى سترها عليا، بجاهد نفسي. يعني أنا إنسانة عادية. أجمل شيء في الدنيا إن إنسان عادي زيكم، مثلا مش علامة، مش شيخ، مش عالم، مش ولي حتى من أولياء الله ولا أي حاجة. إنسانة عادية جدا جدا، ولكن عندي حسن ظن بالله عز وجل وعندي يقين. عظيم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخير اللي أنا شفته، أنا قررت إن أنا أعمل فيديو. ربنا يمكن سخرني لأي حد يسمع مني كلمة فتكون سبب في سعادته، تفريج همه والدال على الخير كفاعل. عايزة أقول بس كل واحد سألني سؤال في الكومنتات ووعدته إن أنا هرد عليه، بس سامحوني معلش، أسئلة كتيرة جدا جدا، فأنا هرد جزء وبس انتوا تابعوا الفيديوهات بإذن الله. موضوع فيديو النهاردة أهم شيء والسر الوحيد أو السر الأساسي كل شيء في حياتنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عشان تقبل ويكون ليها ثمراتها. هي مقبولة في كل الحالات، ولك عشان يكون ليها ثمراتها سر اليقين. سألتوني كتير جدا جدا في الكومنتات، يا أسماء هو إزاي أوصل لمرحلة اليقين؟ هو يعني إيه اليقين؟ إزاي أثبت اليقين؟ أنا مش قادرة أوصل لليقين. اليقين معناه عميق وفي نفس الوقت معنى بسيط. يعني إيه أنا موقن بالشيء؟ يعني أنا مصدقه، يعني أنا واثق فيه وما عنديش شك فيه. الشك عكس اليقين. ربنا سبحانه وتعالى حق، مؤمنين بالله وموحدين يبقى يقين أن ربنا سبحانه وتعالى حق. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن ظن خيرا فهو خير وإن ظن شرا فهو شر. ده في الحديث القدسي. الحديث القدسي بالمناسبة هو الحديث اللي بيبقى على لسان رب العالمين. أما الحديث النبوي اللي بيبلغه الصحابة والتابعين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فدي كانت نقطة لازم إن أنا برضو أوضحها لكم. اليقين إن أنا مصدقة أسماء الله الحسنى، نقطة، دي نقطة. إنه الرحمن الرحيم، يعني بيرحم، يعني ما بيعذبش، ما هو الرحمة ضد العذاب. إنه الجبار، جبار لقلوب المنكسرين، جبار لقلوبنا. تكون قلوبنا منكسرة وموجوعة، هو جبار بيضمد الجرح. عارفين انتوا لما يكون في جرح بنضمده، يعني بننضفه، نحط له ميكروكروم، بتادين، وبعدين اقوم حاطه عليه بقى الشاشه، وبعدين اللزق الطبي اللي هو عمليه تنظيف كامله للجرح عشان يلتئم. معناه اعمق من اللي انا بقوله، بس ده توصيل لمعناه. مثلا ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، فانا متاكده ان هو الرزاق يبقى هو اللي هيرزقني. الرزاق يبقى يقينا ان ربنا الرزاق، يبقى انا ما اقلقش على رزقي لان ربنا يقينا هو الرزاق، ويقينا ان هو اللي كاتب لي الرزق، ويقينا هيرزقني في الوقت اللي هو شايفه، ويقينا انه مقسم الارزاق بين الناس. وهكذا بقى. الغني مغني، ما كلها معاني لها علاقه بالارزاق. مثلا ده جزء من اليقين. موقنين ان الله سبحانه وتعالى المجيب. يقين في اننا لما نطلب حاجة من ربنا سبحانه وتعالى فاحنا موقنين، يعني مصدقين، يعني ما عندناش ادنى شك ولا لحظة شك واحدة بان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب.
يبقى ده حسن ظن بالله، يبقى ده يقيني في الله انه هيستجيب لي، يبقى يقيني في الله ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وراها افادة ووراها خير كتير. لان اليقين هو ان انا اصدق كلام رب العالمين اللي يقوله لي، يقول ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم، مصدقين انه تصديق تام. انا بكلمكم كده، يعني شايفين انا بكلمكم، موقنين دلوقتي ان انا بكلمكم، يبقى احنا واثقين في كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال. تعالى نجرب المايك بقى ونقول الايه القرانيه كده بتجويد شويه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، سبحان الله العظيم بجلال جلالته بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيثني عليه، يعني بيذكره في الملأ الأعلى وسط الملائكة، وسط جبريل وإسرافيل. صلاة الملائكة دعاء إنه يثني عليه وإنه يرحمه وينزل بركاته ورحماته وإنه ينال المقام المحمود. فأنتم من باب أولى، بما إني أنا في أعلى عليين استويت على العرش، صلوا امتثلوا لأمري وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عن ربنا سبحانه وتعالى وقال من صلى عليه صلاة صلى الله به عليها 10. أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ربنا هيصلي عليها 10. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا ينزل عليه رحماته وبركاته وثناؤه، يعني ده هيحصل معانا كمان، مش بس مرة واحدة، لا 10 مرات. فلما ينزل عليا الرحمات والبركات على كل مرة 10 مرات، لو أنا أذنبت يغفر لي ذنبي. يعني مثلا حياتي وأولادي وبيتي ومستقبلي ورزقي وأموالي يبارك لي فيها، فلما البركة تحل عليا هعيش في سعادة. اليقين على 3 أوجه، حاجة اسمها علم اليقين، وحاجة اسمها عين اليقين، وحاجة اسمها حق اليقين. علم اليقين ان انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى ان كلامه صح 1000000%، وانه حكيم وانه عظيم وانه مدبر، وان الكون ده كله ملكه ويدبره كيفما يشاء، وان احنا من صنع ربنا سبحانه وتعالى، احنا خلق، احنا صنع ولله المثل الاعلى. انت عملت كرسي، جبت كرسي كده وقعدت وركبت الخشب بتاعه ودقيت المسامير وظبطته بقى زي الفل. الكرسي ده بقى مين؟ من صنعي. احطه في هنا، احطه في الجنب ده، اقعد عليه، اسيبه كده من غير ما اقعد عليه، اهديه لحد، اعمله لحد، ولله المثل الاعلى. احنا صنعه يفعل فينا ما يشاء. وخلينا واثقين ان ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كل حاجة بتحصل لنا في الدنيا. لو عرفنا حكمة ربنا سبحانه وتعالى في كل اللي بيحصل لنا، والله العظيم لنقعد طول عمرنا نسجد له شكر على جميل حكمته وعلى حسن تدبيره. عين اليقين، انا الاول صدقته بقلبي وواثقه فيه بقلبي، وبعدين بعيني ان انا شفت اياته وايات بتحصل. عين اليقين في الشمس، القمر، في السفن اللي بتمشي في البحر، ما دي ايه من ايات الله، ودي عين اليقين. انا مصدقه، لا ربنا قال وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام، يعني السفن الماشيه في البحر ماشيه على ميه، اي حاجه على الميه هتغرق، لكن سبحان الله العظيم الهم الناس انهم يعملوا السفن اللي هي تمشي في البحر. ايات ربنا كتير بقى لا تحصى ولا تعد. حق اليقين، انا وثقت في ربنا سبحانه وتعالى وشفت بعيني كل اياته اتحقق وبقى صادق، واكد يقيني واكد اللي انا شفته بعيني. اليقين انك تتاكد وتبقى مصدق كده ان اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لنا وحطنا فيه ابتلاء، تاخر رزق مادي، يعني الارزاق كتير، مرض، عدم الانجاب، الزواج، الطلاق، ان انا اتاكد ان اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لي ايا كان ان هو افضل من اللي انا اختاره لنفسي. مدبر والحكيم، فهو ادرى ايه اللي فيه مصلحتي. احنا بس بنظرتنا الضيقه، بنظرتنا البشريه بتكون خاليه من الايمان وفيها شيء من القنوط. سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه، فقد بصره. حد من اصحابه بيقول له ادعي ربنا انه يرد لك بصره، رد جميل وقال ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى احب الى قلبي من بصري. الله، يعني اللي اختاره لي ربنا سبحانه وتعالى واللي قدره لي احب الي، انا راضي بيه من اني اطلب منه انه يرد لي بصري. في ايامنا دوت هتبقى صعب علينا هم، لان كان درجات الايمان عندهم عالية قوي، لانهم اصلا كمان كان النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم عايش في وسطهم باخلاقه وبمزاياه وبجماله وبشخصه. كان هم يمكن عندهم حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، كل حاجة كانت قدامهم، فكانوا في اعلى درجات ايمانهم.
بيرضوا رضاء تام وتسليم تام لقضاء الله سبحانه وتعالى فيهم. يعني بما اننا اقوام على اقوام على اقوام، قرون على قرون على قرون، فيبقى فينا من الصفات البشريه شيء من القنوط، يبقى فينا شيء من السخط، وده مش حلو، بس يعني او شيء من الالم او شيء من الوجع. وده طبيعي على فكره، ان احنا بنتألم من المصايب اللي بتحصل لنا او بنتوجع، ده طبيعي، لان ده فطره الانسان انه يتألم، هو بشر. ده النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه وازكى السلام، السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها توفت، وعمه ابو طالب توفى، كان في عام واحد، والعام ده اتسمى عام الحزن، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن وزعل. فده ابسط مثال ان هل هو معترض على قضاء الله انه توفاهم؟ لا، بس حزن. النبي صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل، ولكنه في الاخر بشر، عنده قلب بشر، روح بشر. لما كان في الطائف وجري وراه واذوه وضربوه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، يا حبيبي يا رسول الله، لما جري وراه وضربوه واهانوه، لما رجله كانت بتنزل دم كده، ومن كتر ما هو ماشي وحزين، مشي مسافة طويلة، حزن شديد على اللي حصل فيه، ما قعد يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس إلى آخره. فاحنا طبيعي إن احنا نحزن، بس لازم يكون عندنا نقطة إن احنا نرضى بقضاء الله عز وجل، واثقين، يبقى اليقين بقى، واثقين في قدرته ورحمته وفي حسن تدبيره وفي عطائه. نقطة كمان توصلنا لليقين. اليقين يجي من حبنا لربنا سبحانه وتعالى، ثم حبنا لرسوله الكريم. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا ومالنا والناس كلها. خلينا نتكلم في نقطة مهمة برضو، ازاي العقل يقول انا هحب حد اكتر من نفسي؟ مش حد يحب حد اكتر من نفسه. حب النفس فطرة ربنا خلقني عليها، فما ينفعش اغير الفطرة ربنا خلقني عليها. لكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انا من بيه، يعني انا مصدقه، يعني مصدق كلامه، انا موقنة ومصدقة ان هو سبب نجاتي من النار. كنت هدخل النار ولولا رسالته، ولولا ان اتحمل المشاق والصعاب والوجع والألم، ما كنتش انا بقيت مسلمة او مؤمنة، كنا هندخل النار وهنتعذب بالبلدي كده. حب سببي عشان انت سبب نجاتي وسبب سعادتي وسبب فرحتي. انا بحبك يا رسول الله اكتر من نفسي. احنا لما نحب ربنا سبحانه وتعالى ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هنبقى موقنين ومصدقين ان كلامهم حق. لما يقول للصحابي: ما تصلي عليا تجعل دعائك كله صلاة عليا، لما الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أجعل لك الربع من صلاتي؟ قال إن شئت. قال: أجعل لك الثلثي؟ قال إن شئت. أجعل لك النصف؟ إن شئت. أجعلها كلها لك صلاتي، يعني دعائي يعني. قال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. خلاص، الصادق اللي أنا حبيته، اللي أنا مصدقه، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لو انا بحب ربنا يبقى اتبع الرسول وامن بيه واصدق كلامه، فربنا هيحبني. يبقى انا اصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانه لما يقول لي يكفى همك، يعني انا همي هيكفى. يعني لو شايله هم الزواج، هم الرزق، هم الاولاد، هم الحياه، هم المرض، هم اللي جاي، هم المستقبل، وصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، هيكفى همي. خلاص، همي ده هيختفي، هيغفر ذنبك. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: هيغفر ذنبي. لما يغفر ذنبي فدعائي هيستجاب، فهمي هينزاح، هيبقى عندي تسليم تام لقضاء الله ايا كان انا مسلمه قضاء الله. انا مثلا دلوقتي قاعده وشايله هم الحياه ومصاريف الاولاد والمدرسه واللي جاي وهعيش ازاي واروح فين واجي منين لا، انت متخيله ان انت عمرك ما تقدري دوت يتزاح من على قلبك؟ لا، صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، كل ده هيختفي وهتشوفي يقينا. اليقين اللي احنا اتكلمنا عليه والمعاني اللي انا قلتها لكم دي، ركزوا فيها، حسوها بقلوبكم، صدقوها وافهموها. اليقين علم كبير، بحر واسع، واللي انا قلته ده نقط او نقاط في بحر علم اليقين. ده اللي انا بتبعه وده اللي انا بطبقه. لما طبقته لقيت ثمرته، واثقه وصبر على البلاء. انا باخد بالاسباب اللي انت دلتني عليها في الدنيا، سواء من استغفار، سواء من قراءه القران، الدعاء، سواء من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا سلمت امري لك يا رب، افعل فيا اللي انت شايفه
انا راضيه. صفات الناس الموقنين، اول حاجه مصايب الدنيا كلها بتهون عندهم لانهم واثقين في ربنا سبحانه وتعالى، واثقين في حكمته وتدبيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في دعائه؟ اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. بعدين كلام 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 دعاء يعني، وبعدين ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. الناس الموقنه بالله عندهم راحه نفسيه، عندهم طمأنينة قلب، ثقة ان اللي فاتني من حظوظ الدنيا مش ليا، وان ربنا مش مقدرهولي عشان مش خير ليا. ربنا سبحانه وتعالى هيخلفه عليا بالخير والعوض والفرج. تالت حاجة حسن توكل على ربنا سبحانه وتعالى. انا متوكلة عليك يا رب، فوضت لك امري. والتوكل عكس التواكل. التواكل ان انا قاعدة ومستنية الرزق، قاعدة ومستنية الفرج. بعمل كده، ينزل عليا رزق، ينزل عليا فرج. ما اخدش بالاسباب الدنيويه، وبعدين ما اخد بالاسباب الدنيويه اقول يا رب انا توكلت عليك وعملت اقصى ما في وسعي من دعاء، من صلاه، من سعي في الرزق بالعمل. الناس المتيقنه بالله واللي واثقه فيه بتنفق في سبيل الله وبتجبر الخواطر صدقات، وحتى لو اخر قرش معاهم هيطلعوا لله. دي ايات للموقنين. وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الارض ايات للموقنين، زي ما قلنا ايه مثال ايه؟ السفينه. ايات. سوره الرحمن فيها ايات كتير، فبأي الاء ربكما تكذبان. اقرأوه كده وتمعنوا في كلامها. انفسكم، انتوا في نفسك ايه تخليك واثق وعندك حسن ظن بالله وعندك يقين بالله. ايه الايات اللي في انفسنا؟ الاجنه اللي بتسكن في الرحم، ايه جوه جسمك ان دي ايه من ايات ربنا، ايه عظيمه معجزه. وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا كاتب لك رزقك، انا كاتب لك كل حاجه. اصبر بس، اصبر. انا ليا حكمه، انا خلقتك، انت من صنعي، انا ليا حكمه في اللي انت عايش فيه. ثق فيا وشوف انا هديشك ازاي. حصل معايا موقف في الرزق خلاني موقنه تمام اليقين. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ان رزقك هيجري وراك. لو انت بتجري منه هيجري وراك. اكلمكم عنها في فيديو تاني خاص بالرزق بقى والناس اللي ارزاقهم ضعيفه وضيقه. ما اصبت فمن الله وما اخطأت فمن الشيطان. فيا رب يا رب يكون وصل لكم المعنى، فتجروا بقى تصلوا على النبي بيقين. اخيرا وليس اخيرا، عايزه اشكر كل الناس الحلوه اللي قالت لي كلام جميل قوي 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 في الفيديوهات اللي فاتت. شكرا لكم على كلامكم. انا هنا في القناه اختكم، عايزين تستشيروني في حاجه قولوا لي، وربنا يجعلني سبب في فرحتكم وتخلي السرور على قلوبكم. في اي وقت سيبوا لي كومنت، ابعتوا لي على الانستجرام، هتلاقوه في صندوق الوصف. كان في متابعه غاليه طلبت مني تتواصل معايا، وانا قلت لها على الانستجرام بتاعي، قالت لي ان هي مش بتفهم في الانستجرام قوي وان هي محتاجه الفيسبوك. انا حاليا اللي متوفر عندي هو الانستجرام. عندي حساب فيسبوك بس انا حاليا قافلاه يعني لحاجه تخصني، فاتمنى ان انت تسامحيني وما تزعليش مني. لو انت عايزه تساليني في اي حاجه في الكومنتات انا تحت امرك، انا برد على كل الاسئله، برد على اي حد بيكلمني باذن الله موجوده. وانا اختكم. الناس اللي سالتني اسئله في الفيديوهات اللي فاتت انا وعد مني والله العظيم هرد عليكم، وعلى كل كومنت انتوا كتبتوه فيه سؤال انا هرد عليه تفصيليا باذن الله. وان شاء الله استنوني في الفيديوهات الجايه باذن الله، واسيبكم في رعايه الله ومع السلامه.